اغلب الناس يفسد لهم خبز البرجر، يا يطلع قزح يا يهبط بعد ما يطيب. اليوم راح نوريكم الطريقة الصحيحة باه يطلع منفوخ وينجح لك من اول تجربة، ويخرج لك هش يذوب في الفم وبلمعان ذهبي يفتح الشهية، وما عادش تشتريه من برا نهائيا، تعود تخدمه غير في الدار. تبع معايا الفيديو وشوف الوصفة وطريقة التحضير، ويبكي اللي ما جربوش. شوف ما شاء الله كيف بدا يشوف. هيا نتبعوا الوصفة. بيضة، زوز كيسان كبار تاع سكر، نحط كاس عفوا نحط عليها زوز مغارف كبار تاع سكر المغرف، ونضيف عليهم زوز كيسان حليب يكون دافي. نحط الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني، ونضيف عليهم نصف ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. نحرك مليح، ومن بعد نجي نكمل نضيفو شقة، كمل نضيف عليهم حوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت. نزيد نحرك، نحط الفرينة، نحط عليها غير ربع مغرف متوسطة تاع ملح نحطها فوق الفرينة، وفي الأخير نكمل نضيف واحدة خميرة كيميائية، ونجي نبدا نلم في العجين. نلمو حتى يعود على عجينة تكون متكونش طرية ياسر، تعود يابسة شوي. بعد ما لميناها لموها شوية تعود يابسة جماعة. دركا نجي نزيد عليها مغرف تاع مارغارين، باه كي نعجنوها على بها قلت لكم يابسه، باه كي نزيدوا لها مارغارين نعجنوها تطلق روحها طول. ونعجنها حوالي 7 دقائق، ندخل فيها مارغارين مليح. حاليا كملت عجنتها، شوفوا ما شاء الله كيف تعود رطبه. نجيب البول تاعي كنت دهنت عليه شوي زيت ونحطها، نغطيها نخليها تروبوزي نص. حاليا ارتاحت وضعف الحجم تاعها، نجي نحيها ونبوليها على 100 غرام. نجي نبوليها على 100 غرام. واش ندير؟ نجيب البلا تاعي ونبدا نبولي فيهم مليح حتى يتفرماو من التحت. شوفوا يتفرماو، يعودون فرميين من التحت. ولي نبوليها نجي نحطها في البلا. واش نجي ندير لهم؟ نجي غير بيدي برك ندير فيها شويه زيت ونجي نطبز عليهم هكا. بعد ما طلع العجين تاعي وكان روبوزا، نجيب صفار بيضة حطيت عليها زمغارف كبار تاع حليب ونجي ندهن عليه. نجم نحطهم في كنت خليتها تسخن من قبيل، تقدروا تزيدوا عليه شويه جلزلان، كان ما كانش حطوه هكا. ما شاء الله يطيبوا. ودركا راه طاب بسم الله ما شاء الله. شوف كيف داير، شوف بسم الله ما شاء الله. زبده. شوف ربي يبارك فوق طن من الداخل. شوف يا جماعه راه زبده زبده، ربي يبارك قلت لكم زبده. نجي نبدا نحط عليهم الصوص، نحط عليه سلطه، نجي نحط الكريسبي تاعي. بسم الله.